شوفوا لي هذا المسكوتشو ولا هذا الكيك كي جا شباب، جا ما شاء الله سبونج يهبل. السلام عليكم، انا فينيكس جوديز. جيتكم اليوم بهذا المسكوتشو ناجح 100%. 100% كنت درت معاكم مسكوتشو من قبل، اليوم راني نعاود فيه معاكم غوفاني ونجح 100%. وشوفوا سبونج، شوفوا كيفاش راني نعبز عليه ويولي كيما كان. قبل ما نبداو ما تنساوش اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وزيدوا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نبداو بسم الله على بركة الله. هنا راح ندير 4 حبات بيض وراح ندير رشة نتاع ملح باش نطلع بها البيض. غادي نطلعه شوية باش نضيف عليه السكر. راح نحاول اني نخلط بيان هذاك البيض مع الملح باسكو راح نزيد عليه السكر. هنا درت عليه كاس سكر. سعة الكأس تاعي انايا 220 مليلتر. كيما تقدروا توزنوا باي كاس عندكم ولا اي كيله تبغوا تكيلوا بها. من الافضل انكم تضيفوا السكر بالتدريج. انا كيما هكا نخدم، تعودتوا عليا في لي جينواز ولا اي كيك نخدم بهذه الطريقه، نضيف السكر بالتدريج حتى نضمن انه راه يتخلط ويذوب. راح نخلط حتى يذوب لي السكر، يتغير لي اللون تاع الخليط من الابيض للاصفر. راح نكمل الخلط باسكو راح نضيف عليها الزيت. وما ننساوش انه الخلط هو غادي يكون سبب بنسبة كبيرة في نجاح الكيك. بنفس الكأس اللي وزنت به السكر راح نضيف الزيت. عندي نصف كأس زيت. الزيت راح نضيفه بالتدريج ولا بالطريقة اللي نخدموا بها لا مايونيز. راح نضيفوه خط هكا غير بشوية مع الخلط المستعمل. راح نخلط، نحاول اني نخلط جيدا ونتأكد انه الزيت ادخل في البيض وفي السكر. ما نخليش الزيت مفصول على المكونات الاخرى. وديما نوصيكم نقول لكم اي حلوى يكون فيها الزيت ولا كيك يكون فيه الزيت، الخلط، طريقة الخلط تاعها راح تكون مطولة باش تنجح لنا الوصفة 100%. وبنفس الكأس راح نضيف كاس حليب. من الافضل انكم تديروا حليب يكون دافئ، لانه الحليب هذا اللي راح نضيفه هو اللي راح يكمل لي ذوبان السكر. هذا يساعد انه السكر يذوب 100%. نضيفوه بالتدريج بشويه وحاولوا انكم تخلطوا غير بشوي باش ما توسخلكمش الكوزينه. نديروا ملعقه صغيره فانيليا، قشور حبه ليمون. اذا كان متوفر العصير الليمون ضيفي ملعقه او ملعقتين. بنفس الكأس راح نوزنوا الفارينة. للتذكير فقط، انا كنت شعلت الفرن قبل ما نبدا نخدم باش يسخن لي جيدا الفرن تاعي ونضمن انه يطيب لي الكيك مليح. وكل وحده تعرف الفرن تاعها، كاين اللي تشعلو كي تبغي دير لا فارين وكاين اللي تشعلو قبل. انا الفرن تاعي في المسكوتشو نبغي نشعلو قبل ماشي كيما في الجينواز. هنا الكأس الاول درت نصف كأس، صفيته درت نصف كأس، والنصف الثاني راح نضيفه مع الخميره. راح نخلط بالخفاقه اللي هي فويامه. غادي نخلط من الفوق للتحت من الفوق للتحت غير بشويه باش ما نكسرش هذاك البيض اللي طلعته. وهنا كملت النصف الثاني من الكأس وراح ندير كيس ونصف خميره كيميائيه. من الافضل انكم ديروا كيس ونصف خميره كيميائيه. راح نخلط بتأني غير بشويه من الفوق للتحت، ونحاول اني قدر المستطاع نخلط الفارينه. كاين اللي تستخدم لا ماريس الملعقه تاع السيليكون هذيك ولا تستخدم الخفاقه. المبتدئات من الافضل انكم تستخدموا الفوي احسن واحسن. هنا راح نكمل الفارينه اللي فرغتها. عفوا، كميه الفارينه الباقيه. بالنسبه للفارينه استهلكت 2 كيسان تاع فارينه. بالكأس اللي وزنت به السكر 220 مليلتر استهلكت 2 كيسان فارينه ولا اثنان كوب. 2 كوب هكا باش يفهموني البلدان الاخرى. راح نخلط جيدا. كيفاش نعرف بلي خلاص ما نحتاجش فارينه؟ راح نخلط اي امتزج الخليط. كي نشكل رقم 8 ولا نشكل اي شكل راح ما يهبطش فاسيلمون، ما تهبطش بسهوله. شوف كيفاش راني نشكل في رقم 8 هنا ما تهبطش بسهوله. ديروا اي مول تحبوا. انا نبغي هذا المول المثقوب تاع الوسط، نبغي هذا سورتو هذا المول تاعي هذا تاع ماني بيحفظها ويطول في عمرها. دهنته بالزيت ورشيته بالفارينه
وراح نفرغ غير بشويه. راح نحاول اني نخرج لها كاع الهواء بالعود تاع الشوا هذا، نخلط مليح وندخلها طيب. مده الطهي انا ما حليتش عليها 40 دقيقه، فاتت 40 دقيقه باش حليت عليها وزدتها حوالي اديت لي 50 دقيقه في الطياب. طابت. قبل ما نخرجها خاصني ندخل الكوردون، اذا خرج ناشف راهي طايبه، اذا خرج مشمخ خاصها شويه. زدت لها تحميره خفيفه من الفوق باش دير لي هذا اللون الشباب. وراكم تشوفوا النتيجه كي جات ما شاء الله. يعني قد ما نشكرها راهي تبان شكلا كما يقولوا قلبا وقالبا، شكلا ومضمونا راهي ما شاء الله. دوك نوريلكم، انا قطعتها معاكم خليتها بردت مليح. شوفوا البنات، غير تخرجوها من الفرن حاولوا انكم تغطوها وتخلوها حتى تعرق ومن بعدها خرجوها ديموليوها. جات روعه ما شاء الله، جات تهبل. انا ما درت لها حتى ديكوراسيون، هذه درتها لابي باسكو انا بابا ما يبغيش الديكوراسيون، يبغي هكا غاتو سيك. درت زوج، وحده شوكولا غدوه ان شاء الله نحطها لكم، ودرت وحده هكا فاني ناشفه درتها لابي باسكو يبغي هكا السامبولي، ما يبغيش حاجه ديك البريستيج كاع ما يبغيش، فخليتها هكا سامبل. وفوالا هذه هي الوصفه تاع اليوم، وهذا هو لا فيديو تاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو. ما بقى لي نقول لكم غير ما تنساوش اشتركوا في القناه. شوفوا كي جات شابه، جات ما شاء الله. اشتركوا في القناه، بارطاجوا لا فيديو، تهلاو في روحكم في والديكم. الى اللقاء، الى فيديو اخر، سلام. شوفوا مسكينه عذبتها باش نوري لكم بلي ناجحه 100%. ايا تهلاو في روحكم بنات حبيباتي، الى اللقاء، سلام.